هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال. اليوم سويت لكم الخميعة، اكلة عراقية كلش قديمة، بس شنو طعمها كلش طيب. تنفع للريوق وتنفع حمينة سحور برمضان، كلش حلوة. بالنسبة لي اني كلش احبها، اني واطفالي كلش نحبها. وهسه قبل لا ابدي بطريقة العمل، اذا اول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد، ومتأكدة راح تعجبكم قناتي. وهسه خلونا نبدأ بطريقة العمل. بالبداية عندي هنا بالقدر راح اخليه على النار واضيف له كوبين من الحليب السائل. طبعا الكميات حسب رغبتكم والاعداد اللي انتو تردون تحضروا لهم الاكلة. وإذا ما متوفر عندكم الحليب السائل تقدرون تستخدمون الحليب الباودر. الكل كوب مي إلى خاشوقتين أو 3 خواشيق من الحليب الباودر. أنا هنا استخدمت حليب سائل ورجعت ضفت حليب باودر لكل قلاص مال حليب. والشكر حسب رغبتكم، بس إذا تردونها حالاتها مضبوطة الكل كوب حليب إلى خاشوقتين ونص من الشكر. هنا أنا ضفت 5 خواشيق من الشكر للكوبين الحليب اللي ضفتهم. وراح أضيف خاشوقة ونص من الدهن الحار. بنات ضروري دهن حار، لأن هي أساس الخميعة دهن حار، فلازم تستخدموا لها دهن حار. ما يصير نضيف لها لا زبد ولا دهن ولا حتى زيت. الحليب ويا الدهن الحار ويا الخبز يطلع طعم كلش طيب. وهنا أنا أتذوقها وأشوفها إذا تحتاج بعد شكر، لأنه بعد ما أقدر أضيف لها الشكر إذا خليت الخبز. أبقى أحرك بالحليب إلى أن يغلي، وأول ما يغلي الحليب راح أضيف الخبز مقطعته قطع صغيرة بهذا الشكل. أنتظر على الخبز ويا الحليب على النار مدة 30 ثانية. بعدها أرفع الخبز والحليب وأصبه بالماعون أو بأي صحن أنتو راح تقدمون بيه. وإذا كان عندكم الحليب شوية هواي بهذا الشكل تقدرون ترفعون من عنده. حبيت أضيف له مكسرات فستق حلبي أخضر وجوز، أزينه يعني أزين الوجه مال الماعون بهذا الشكل. ما أحكي لكم بنات إيش قد طيبة الخميعة، طعمها كلش طيب. اللي ما مجربها لازم تجربونها وشوفون طعمها شلون كلش طيب. وبهالشكل جهزت عندي أطيب خميعة للريوق أو للسحور برمضان، كلش طيبة وخفيفة بالسحور، كلش راح تحبونها. واللي هنا انتهى الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسون إذا أول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسون تدعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوة، وشاركون الفيديو ويا أهلكم ويا أصدقائكم. شكرا حبايب.